السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وإن شاء الله حنجاوب على سؤال: هل يتم تعطيش البصل الأخضر أم لا؟ فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا هذا البصل الأخضر اللي أتمينا زراعته بعد مرور أسبوعين من الزراعة، وطبعا قمنا بزراعة البصل من الشتلات. وطبعا هذا شكل النبات بعد مرور أسبوعين. طبعا النباتات تعودت على المكان، وطبعا بدأت تطلع أوراق جديدة بالشكل هذا، وطبعا النبات تأقلم مع المكان المزروع فيه. طبعا قبل ما تحاول تزرع البصل لازم تتأكد انه المكان تصل له أشعة الشمس، انه طبعا البصل الأخضر بيحتاج لأشعة الشمس حتى ينمو. طبعا أي محصول من المحاصيل اللي تزرع وتعطي إنتاج طبعا لازم يتم تعطيشها بعد أسبوعين من الزراعة، طبعا منها الفلفل والطماطم والباذنجان وكذلك الخيار. يجيني أسئلة عن هل يتم تعطيش البصل، يعني هذا البصل بعد 14 يوم أو بعد أسبوعين من الزراعة هل ممكن نقوم بتعطيشه أم لا؟ طبعا مثل ما تلاحظ أنه التربة جافة، طبعا احنا قمنا بري البصل من 5 أيام سابقة، فهل يتم تعطيشه أم لا؟ وطبعا الإجابة باختصار شديد هي لا. الله حيتم ري البصل بصفة عادية، يعني إن شاء الله حيتم ري البصل وممنوع أن احنا نقوم بتعطيش، إنه طبعا البصل الأخضر ما بيحتاج للتعطيش، وطبعا بيحتاج للري المنتظم خلال هذه المرحلة. فطبعا لو عندك بصل ومر عليه أسبوعين فما تقومش بتعطيش، وحاول إنك تستمر في الري ومتابعة النبات، وخاصة إنك تقوم بالعزيق. فإن شاء الله إحنا خلال اليومين هذا حيتم إن شاء الله عزيق البصل ورفع الخطوط. مثل ما تلاحظ إنه التربة يابسة، وطبعا بالتالي الحشائش بدأت تنمو، فإحنا حتى نحاول نمنع الحشائش من النمو لازم يتم عزيق البصل خلال هذه الأيام. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وعرفتوا هل يتم تعطيش البصل أم لا، وأتمنى تنشروا الحلقة لتعمل فائدة للجميع، وإلى اللقاء.